السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا ال 12 من مسلسل لام شمسية، يا ريت لو بتشوفوني لأول مرة ما تبقاش آخر مرة، وتشتركوا في القناة علشان تشوفوني تاني. ولو فاتتكوا حلقات قبل كده هنزلها لكم في صندوق الوصف أول ما تنزل. وتعالوا نبدأ مع بعض حلقتنا الجديدة، واللي بتبدأ بطارق لما دخل على نيلي بعد ما عرف من يوسف كل حاجة، وكان شكله منهار. أول ما شافته اتخضت وقالت له فيه ايه، لكن هو حكى لها ان هو عارف كل حاجة وان وسام اللي عمل كده. فهي كمان اتخضت من اللي قاله، وبعد كده هو انفعل جدا وبدأ يقول انا مش مصدق، ده كان اخويا وبعتبره زي اخويا، وانا اللي كنت بوديله يوسف لغاية عنده بايديا. فبدأ ان هو ينهار اكتر، لكن هي بدأت ان هي تهديه، وهو قعد يقول لها انا مش متخيل ازاي كده، ازاي ما خدتش بالي، ازاي ما قدرتش احمي ابني، انا هروح اقتله، انا لا يمكن اسيبه. لكن هي هدته وقالت له ما تخافش، احنا هنجيب له حقه ولازم هيتحبس. وقعدت تحاول تهديه، لكن هو كان منهار جدا في الوقت ده. بعد كده يوسف كان سامع كل حاجة، لكن كان مرتاح ان هو شال الجبل اللي على قلبه وان هو حكى لباباه. وتاني يوم الصبح طبعا طارق ما كانش نام كويس، ولا نيلي كمان، ولكن قال لها انا مش هوديه المدرسة النهاردة. فهي قالت له لا، لازم يروح النهاردة المسرحية، وده هيفرق معاه كتير، واحنا عنينا هتبقى عليه مش هنسيبه. فعلا دخل عليهم يوسف وكان لابس لبس المدرسة، فطارق قال له خلاص احنا هنلبس احنا كمان. راحوا المسرحية وكانت عينيهم عليه طول الوقت. وبعد ما خلصت روحوا البيت وكلموا ايمان، وجت وقالوا لها ان هم عايزين يجيبوا البلاغ تاني. فقالت لهم ان عدى اكتر من 3 شهور ومفيش حاجة جديدة، فاستحالة ان احنا نقدر نعمل ده. فقالت لها طيب مفيش حل للموضوع ده. فقالت لها الحل الوحيد ان حد تاني من اولياء الامور يبدأ يقول ان هو فعلا حصله نفس الواقع عشان نقدر نفتح التحقيق تاني. لكن غير كده مش هينفع، لان احنا بنستند على شهادة يوسف، ودي لوحدها ممكن ما ياخدوش بيها. فساعتها عرفوا ان الموضوع صعب. ولكن تاني يوم بتروح نيلي المدرسة وبتقدم استقالتها لنادية. فهي بتقول لها ليه كده، انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كان في ضغوط كتير عليكي، لو عايزة تاخدي اجازة مفيش مشكلة. لكن هي قالت لها لا انا مش عايزة اجازة، ارجوك اقبلي الاستقالة. ففي الاخر قبلت الاستقالة بتاعتها. روحت نيلي البيت وبدأت ان هي تكتب الرسالة وتعمل بوست جديد على الصفحة الشخصية بتاعتها على السوشيال ميديا، وقالت لهم ان انا بدأت حاجة وان انا قررت ان انا اكملها، وانا هفتح النهارده وهقول مين المتحرش ده. والمتحرش ده يبقى وسام الألفي، دكتور جامعي ومدرس لغة عربية، وفي نفس الوقت هو شريك في المدرسة اللي بتديرها الأستاذة نادية، وهو اللي عمل كده. يعني هو بيتعامل مع أطفال من سن الحضانة لسن الجامعة، وممكن يكون حصل كده كتير. وأنا عشان أقدر أخد حق ابن جوزي لازم يكون في حد حصل له نفس الواقع، فلو في حد يريد يقول ويساعدوني. وفي الوقت ده بعت طبعا الرسالة وكانت مترددة جدا. تاني يوم يوسف صحاها من النوم عشان يروح المدرسة عادي، لكن هي قالت له ان هي تعبانة ومش قادرة. لكن ما تخافش، انا هعرف لك